انتوا مش متخيلين كمية الناس اللي بتبعت لي على تيك توك وانستجرام وفيسبوك وعلى كل البلاتفورمز اللي انا بتكلم عليها: خالد احنا عملنا الويب سايت، احنا اخترنا البرودكت، احنا عملنا بوابات الدفع، احنا مش عارفين نبيع حاجة. وده للأسف هو طبيعي شوية، لأنك مش قادر تفرق نفسك ما بينك وما بين ال20 مليون ويب سايت اللي موجودين في العالم، او ال100,000 بني ادم اللي بيحاول يبيع نفس البرودكت بتاعك اللي انت بتبيعه. انت مين وسطهم وازاي تفرق نفسك؟ في الفيديو ده انا هشرح لك ايه هم اهم 6 عناصر المفروض يكونوا موجودين، او اهم 6 elements لازم يكونوا موجودين في اي برودكت بيج للويب سايت. يعني ايه؟ في صفحة المنتج بتاعتك. يلا بينا. السلام عليكم، انا اسمي خالد رضوان، بقالي 4 أو 5 سنين بشتغل في الدروب شيبينج وفي مجال التجاره الالكترونيه، وبقالي حوالي 4 أو 5 شهور بدات على السوشيال ميديا ان انا اطلع واتكلم واحاول اعلم الناس اكتر ازاي يقدروا يعملوا البيزنس بتاعهم اونلاين، وازاي يقدر ان هم يبقى عندهم باب رزق جديد بحيث ان هم يقدروا يعملوا فلوس اونلاين، بالذات في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. اكيد كل بيت محتاج ان هو يدخل اي عمله صعبه عشان نقدر ان احنا نعدي الوقت اللي احنا فيه. طيب الفيديو ده بالذات انا هبقى بتكلم على حاجه معينه. ناس كتير جدا بتبقى عايزه انها تتكلم في حته بوابات الدفع، وانا خلاص الفيديو اللي فات اتكلمت فيه عن بوابات الدفع وازاي تقدر تعملها. لكن الاهم من كده، لان مفيش حد في امريكا او في اوروبا او في اي دوله من البلاد اللي هي بتشتغل في التجاره الالكترونيه او الاي كوميرس بيزنس بتاعها كبير جدا، بيفكروا في حاجه ليها علاقه ببوابات الدفع. بس في منهم كتير طبعا بيفشلوا. ليه بيفشلوا؟ لان هم ما فكروش في ايه هي الماركتنج استراتيجي. الجزء بتاع بوابات الدفع ده اللي هو بياخد حيز من تفكيرنا كبير جدا، وهو انا عارف ان هو موضوع فعلا صعب مش سهل، بس بسببه بننسى تماما ان في حاجه اسمها بني ادم قاعد ورا اللابتوب او قاعد ورا الموبايل بيتفرج على الويب سايت بتاعك وبيتفرج على البرودكت بتاعك، وعنده مشاعره وعنده احاسيسه. ساعات يزعل، ساعات يتضايق، فتح الموبايل وقفله في ساعتها، بيفكر في مليون حاجه زي ما انت وانت فاتح الموبايل وقاعد بتفكر برضه في مليون حاجه. وممكن تبص على براند عجبك، ممكن تبص على حاجه حبيت انك تشتريها، حبيت ما تشتريهاش، ايا كان السبب، بس زيك زيه بننسى الحته دي وما بنحطش في الويب سايت الجهد اللي بنحطه في ان ازاي نعمل بوابه دفع او نفكر في ضرايب او نفكر في اي حاجه من الكلام ده. نصيحتي في الحته دي قبل ما ابدا الفيديو: ما تفكروش في الكلام ده يا جماعه، ابداوا. هتعملوا بوابات الدفع بنفس الطريقه اللي انا قلتها لكم في الفيديو اللي فات، وان شاء الله دي هتمشي كويس. بس المهم انك تعرف هتبيع المنتج ازاي وهتبيعه لمين، وايه هي العناصر اللي هو في الفيديو ده هتكلم فيها، ال6 عناصر الاساسيه اللي المفروض تكون في اي ويب سايت. وفي الويب سايت ده انا هختار ويب سايت اسمه بوم باي سيندي جوزيف، وده الويب سايت اللي هتكلم عليه على العناصر، لان هو من الويب سايت الصراحه اللي بتعجبني جدا جدا جدا، وهشرح لكم بالظبط الموضوع بيمشي ازاي. بس خلينا الاول اشرح لكم ايه هم ال6 elements. اول element معانا هو الفاليو بروبوزيشن. يعني ايه فاليو بروبوزيشن؟ يعني ايه المفيد للزبون او للبني ادم اللي هو هيشتري البرودكت ده، اللي هو ايه؟ واتس ان ات فور ذا كاستمر او واتس ان فور ذا كونسيومر. هو مستفيد ايه؟ ايه الحاجه اللي انت بتحلها له؟ ايه المشكله اللي انت بتحلها عشان تقدم له البرودكت ده؟ وايه الفرق بينك وبين كل الناس اللي هي بتحاول تبيع نفس المنتج؟ الفاليو بروبوزيشن بتاعك ده ممكن يكون في 100 حاجه، وزي ما انا قلت في فيديو فات قبل كده، انت محتاج قبل ما تكون بتبيع البرودكت بتاعك ده انك تكون عارف ايه هي المشاكل اللي الناس بتشتكي منها. زي ما انا شرحت في فيديو فات، اكتر حاجه تقدر انت تحب انك تعرف حاجه زي كده الفيديو بتاع امازون، وهسيب لكم اللينك فوق، اللي هو بيقول لك فيه الريفيوز، ال1 ريفيو او ال2 ستار ريفيو، اللي هي الناس بتشتكي من ايه في منتج زي ده، عشان تعرف هتحلها ازاي في البرودكت بتاعك او في الويب سايت بتاعك. وده هو اول element اللي هو الفاليو بروبوزيشن، وهتقولها ازاي، وهتتكلم في حاجه زي كده ازاي، وهتحل مشكله بتقابل بني ادم عشان تقنعه ان هو يشتري منتج زي ده ازاي. تاني element، وده element مهم جدا، وهو حاجه اسمها ريتين اتنشن. يعني ايه؟ الفتره اللي احنا فيها دي، وزي ما انتم شايفين، التيك توك هو اكتر بلاتفورم ناجح على مستوى كل السوشيال ميديا بلاتفورمز. ليه؟ لان هو عارف كويس قوي ان التايم سبام اوف اتنشن او مدى التركيز بتاع اي بني ادم هو من 3 ل5 ثواني. فلازم ان في ال3 ثواني اللي البني ادم بيشوف فيها اعلانك او الويب سايت بتاعك يبقى فعلا عايز يكمل لل3 ثواني اللي بعديهم. للاسف ده العصر اللي احنا عايشين فيه، ودي الفتره اللي احنا لازم ان احنا نكون بنقول للناس كل حاجه في 3 ثواني. تعالوا اوريكم ازاي على اللابتوب براند زي بوم باي سيندي جوزيف عمل كده. طيب البراند ده مبدئيا لو انتوا عارفينه، هو براند بيكلم بس الناس اللي هي من سن 50 وطالع. يعني هو مش بيتارجت اي حد غير السن ده، اللي هو الناس العواجيز. ليه هو بيعمل كده؟ او هو عشان عمل كده فعمل ايه ساعتها في الويب سايت؟ لو خدتوا بالكم انا دخلت على كلمه شوب، الصوره نفسها هي واخده مساحه الديسكتوب كله. يعني هو عارف كويس قوي ان لما اي حد كبير في السن بيبقى عايز ان هو يتفرج على حاجه،
هو حابب ان هو يشوفها كويس، وممكن يكون عنده مشكله في النظر، ربنا يعافينا جميعا طبعا يعني. فبالتالي اللي عمله ايه؟ ان هو بدا ان هو يعمل كل صوره التايتل بتاعها كبير قوي، فهو بيستخدم فونت فعلا كبير عشان اي حد يقدر يشوفه. والصوره نفسها لو انتوا خدتوا بالكم هي باين قوي ده ايه، وباين جدا لما تيجي بس بالماوس عليها بيتغير، بيبقى شكل البرودكت شكله عامل ازاي. فده الاليمنت التاني وهو ريتين اتنشن، اللي هو ايه؟ انا مركز معاك خلاص، انا هدور على حاجه انا عايزها وشايف الصوره كويس وشايف الريفيوز وشايف التايتل وشايف الكلام ده كله. فبالنسبه لي انا هو كل حاجه، على فكره انا فتحت الويب سايت لقيت كل حاجه سولد اوت اصلا، مش عارف ايه اللي موجود عنده مش سولد اوت. فخلينا نروح على شوب ونحاول نلاقي اي حاجه تانية موجوده. ده في الميك اب كله سولد اوت، بس في حاجه في بوم نكتار ده لسه ما اتباعش كله. يعني هو براند اصلا، يعني هو جلوبال براند، وهو من البراندز القويه جدا جدا جدا. فيعني زي ما انتم شايفين كده هو مفيش حاجه لسه موجوده عنده اصلا. بس هو اكيد بالطريقه دي هو عنده مشكله. يعني انا بفتح الويب سايت وانا معاكم، هو اكيد كده هو عنده مشكله فعلا في حاجه ليها علاقه ممكن بالسبلاي تشين او باللوجيستكس، فعشان كده كل حاجه هي سولد اوت عنده. طيب فده زي ما احنا قلنا ده تاني اليمنت في الموضوع. تالت اليمنت وهو كول تو اكشن. يعني ايه كول تو اكشن؟ النهارده احنا ممكن نكون في اليوم الواحد لما بنفتح فيسبوك بنشوف يعني ممكن لا يقل عن 50 او 60 ويب سايت او برودكت قدامنا. النهارده لما تيجي في برودكت بيج زي دي اللي هي بوم ستيك تريو، هو هنا طبعا سولد اوت، بس لو ما كانش سولد اوت كنت هتلاقي تعال نشوف حاجه، بدل ما نشوف حاجه سولد اوت تعال نشوف حاجه لسه موجوده. تعال نخش على سكين كير اند هير كير اهو، في بوم نكتار ده موجود اهو. لو جينا دخلنا عليه الكول تو اكشن هنا هي كلمه اد تو كارت. خدتوا بالكم من دي؟ انا بس لمجرد ما جيت على الماوس عندها اللون بتاعها اتحول من اسود لبينك، وهو نفس اللون بتاع سيندي جوزيف او البراند ايدنتيتي بتاعته. دي حاجه من الحاجات اللي هي مهمه جدا جدا لاي براند، ان تبقى المسج واضحه جدا بالنسبه له. يعني ايه؟ زي ما قلنا التو اليمنتس اللي فاتوا والاد تو كارت، عندنا الكول تو اكشن خلاص هو بتك الزرار انا خدت دي في الكارت بتاعتي عشان اشتريها على طول. ما عنديش حته الفريكشن او حته ان انا استنى اشوف انا اقدر اشتريها ازاي، انا في ساعتها اقدر اشتري الحاجه. رابع اليمنت اللي هو مهم جدا يكون موجود هو الاب سيل. يعني ايه اب سيل؟ النهارده بسبب الاسعار اللي موجوده طبعا على فيسبوك والاسعار بتاعت التسويق نفسها، عشان تقدر توصل في فيسبوك لمليون بني ادم فانت محتاج النهارده تدفع حوالي $5000 مثلا. انا بدي مثال طبعا، بدل ما كنت من 4 سنين او من 5 سنين محتاج انك تدفع $2000 بس. فالسي بي سي الكوست بير كليك، او عشان تقدر توصل لبني ادم واحد بدل ما هي كانت بتكلفنا سنت النهارده بتكلفنا 10 سنت. فانت دايما محتاج في اي بيعه بتبيعها تبقى بتفكر هتزود الباسكت سايز ازاي. ومن هنا رابع اليمنت موجود اللي هو ايه؟ الاب سيل. بمعنى ايه؟ الاب سيل ده ليه كذا حاجه. يعني انت ممكن تقول لو حد مثلا بيحاول ان هو يبيع مثلا اللي هو البوم نكتار ده، اللي هو مثلا يقول ايه ده 50 مللي بس 80 مللي بسعر كذا بديسكاونت. ده حاجه اسمها اب سيلينج بهاير فاليو، يعني انت بتاخد حاجه وقدامها ديسكاونت. او ممكن تعمل اب سيل انك تعمل بندل اللي هو حاجه مع حاجه عليها ديسكاونت. او ممكن تعمل اب سيل بطريقه ثانيه انك تحط حاجتين بس بسعر اقل شويه من حاجه واحده لو بتشتريها. فده رابع اليمنت موجود، ودي من الحاجات اللي هي مهمه جدا انها تكون في اي ويب سايت. ده طبعا لو انت عندك ويب سايت دروب شيبينج وشغال بقالك فتره، وبعد كده بتبدا انت تحاول تدخل برودكت او 2 تانيين، او لو عايز تبدا ببرودكت دروب شيبينج وتحط 3 برودكتس سبلمنتري او اللي هم يعني ملائمين شويه مع الهيرو برودكت بتاعك، تقدر تعمل كده عشان تعمل شويه اب سيلينج ويبقى الاليمنت الرابع موجود عندك. خامس اليمنت وده يعتبر اهم اليمنت فيهم كلهم، وده اليمنت انا عارف ان هو ممكن يزعج ناس كتير لو هي لسه بتبدا مرحله الدروب شيبينج، وهي حاجه اسمها سوشيال بروف. يعني ايه سوشيال بروف؟ يعني انا اضمن منين ان البرودكت ده فعلا كويس؟ بحل واحد بس، انك تبقى متاكد ان في ناس تانية كتير جدا اشترته. عشان كده الكونتنت اللي انت محتاج تفضل تعمله على فيسبوك وانستجرام اللي هو ريليتد للويب سايت بتاعك ده مهم جدا جدا جدا. واي حد هيعمل ويب سايت جديد لازم يكون عنده بيج على فيسبوك وبيج على انستجرام، وعلى الاقل فيها 12 ل 15 بوست. ليه؟ وكل شويه لازم يقعد ينزل برضه في بوست عشان الناس تبقى حاسه ان ده ليه كيان. محدش بيحب يشتري من حته او من ويب سايت مش معروف، او مش شايفين ان هو عنده بيج على فيسبوك، او مش شايفين ان هو عنده بيج على انستجرام. دي حاجه من الحاجات او من اسمها الفريكشنز اللي بتخلي الناس تتراجع في ان هي تتخذ قرار انها تشتري حاجه اونلاين. سادس اليمنت وده اليمنت مهم جدا جدا جدا، وهو الفريكوينتلي اسكد
كويستشنز. تاني يا جماعه الحته دي هشرحها تاني، لازم تقلل عدد الفريكشنز بقدر الامكان. يعني ايه؟ او تقلل عدد الاسئله اللي ممكن تتسال وفي الاخر محدش هيرد عليك، انت قدام لابتوب، فلازم تكون بتجاوب على كل حاجه قدام اللابتوب وقدام الشاشه اللي البني ادم بيبص عليها. معنى كده ايه؟ لو احنا جينا بصينا هنا على الويب سايت هنلاقي مكتوب ايه؟ كان يوز بوم نكتر افري داي. ده ممكن يكون سؤال من الاسئله اللي بتتسال كتير جدا. هاو از بوم نكتر ديفرنت فروم بوم جولد؟ ده مثلا سؤال ممكن يتسال من كونسيومر موجود. هاو دو اي يوز ات؟ يعني دي كلها اسئله ممكن لو انت ما عندكش الاجابه بتاعتها ما تسالهاش فما تشتريش. انت في الاخر زي ما قلت لك التايم سبام عندك قليل جدا. بص السؤال مكتوب ازاي، بص الفونت عامل ازاي، بص الدنيا واضحه جدا ازاي، بص الصور اللي هو مختارها، بص كميه الفيديوز اللي هو حاططها عشان يوريك ناس فعلا بتستخدم حاجه زي دي. كل دي حاجات مهمه جدا عشان تخلي البني ادم او الشوبر نفسه يفضل واقف قدام البرودكت نفسه ويفضل واقف قدام اللاندنج بيج نفسها عشان يشتري الحاجه بتاعتك. كل ما تنزل تحت كل ما هتلاقي كلمه مثلا frequently asked questions، دي الحاجه احنا بنتكلم عليها، دي كل الاسئله اللي هي ممكن تتسال. حاجه زي كده لو انت بتبدا مشروع دروب شيبنج بتاعك في البرودكت بتاعك، الفريكوينتلي اسك كويستشنز دي ممكن تجيبها من اي ستور تاني كومبيتيشن ليك او من الحاجات في امازون اللي الناس بتشتكي منها، فتبقى بتحط السؤال بتاع حاجه وبتقول الاجابه اللي هو اكنك بتحل المشكله. ودول هم اهم 6 عناصر المفروض يكونوا في اي لاندنج بيج. يا رب تكونوا استفدتوا. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.